ازيكم يا بنات؟ معاكم ايه. وحشتوني قوي. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات وبقالي فتره ما بنزلش وكده. معلش، كان عندي مصيف وكعبله. الحمد لله ورجعت لكم تاني. وعندي كمان ان شاء الله مفاجاه قريب بحضرها لكم. وكمان عايزاكم اي حد عنده اسئله عايز يسالها لي يكتبها تحت، عشان ان شاء الله ناوي اعمل فيديو قريب عن اسئله واجوبه عشان اجاوب على كل الاستفسارات اللي عندكم. النهارده بقى انا قلت ارجع بفيديو اكتر حاجه انتوا بتحبوها، وهي المشتريات. الشهر ده انا عايزه اتكلم عن الحاجات اللي جبتها من الميك اب. انا يعتبر جبت ميك اب كتير عن اللي انا متعوده اجيبه. هقول لكم بقى الحاجات اللي انا جبتها بالتفصيل دلوقتي وكل حاجه. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه جبتها هتكلم عنها هي المانيكير ده من فلورمور، عشان انا حاطاه اهو ده. طبعا انا دلوقتي سودا جدا لان انا لسه راجعه من المصيف. بس لونه قبل ما احطه، وكمان انا عايشه في اسكندريه يا جماعه، فاي حد عايش في اسكندريه هيعرف الشمس عامله ازاي عندنا. انا فعلا لوني راح مني قوي. يا ريت كمان اي حد جرب كريمات تفتيح كويسه يقول لي عليها، لان انا نفسي لوني يرجع بقى، لان الموضوع بقى صعب يعني. اول حاجه هو المانيكير ده انا جبته من فلورمار. ده تمنه بيبقى 23 جنيه ولا حاجه. ده درجته 468. المانيكير ده حلو جدا، يعني انا بحبه جدا جدا. وكمان لما كان لوني فاتح كان شكله احلى عليا، فانصحكم جدا انكم تجيبوه. ولونه حساسيفي كده، بصوا اللون بتاعه حلو قوي. انصحكم تجربوه. تاني حاجه بقى جبتها هي الفاونديشن ده. الفاونديشن ده من ريمال. بصوا انا جايبه درجه غامقه جدا عشان تليق مع درجتي دلوقتي. ده درجته 202 نوت. هو حلو وكل حاجه، بس انا حاسه ان فيتني من ميبلين احسن منه. يعني ده ملمسه خفيف قوي وتغطيته تعتبر خفيفه، بس هو كاستخدام يومي مثلا الناس اللي بتحط فاونديشن يوميا هيبقى كويس عليهم. لكن لو انتوا بتحبوا حاجه تغطيتها عاليه، لا مش هيعجبكم. بس هو كويس، ومش فاكره سعره، بس في ستاند الريمل في كارفور، لو انتوا عايزين تروحوا بصوا عليه. جبت كمان 3 انواع روجات دول. 2 من اماندا وواحد من ماي واي. الاول هكلمكم عن بتوع اماندا. ده من اللاين اللي هو النود. انا كنت الاول رايحه اشتري الروج اللي هو خشب اللي نازل جديد. كانت عجبتني درجه فيه 3 وما كانتش موجوده في الستاند، ودايما الدرجات مش بلاقيها. رحت تري اللي هو فتح الله، اصلا ما نزلهمش لسه الروج ده. رحت الفرع اللي في سان ستيفانو، كان الروج كله خلصان من عندهم، وقالوا لي لسه هيجيبوه. فاشتريت ده من عندهم. ده درجته 12. الروج ده بقى استنى افتحه لكم. الحلو فيه ان درجته بني. بصوا الدرجه دي، الدرجه بتاعته. انا حاساه حلو قوي، بيليق مع كل الوان البشره، وكمان ثباته كويس جدا. ده شكله في البتاع حلو قوي قوي قوي. انصحكم تجربوه. ده كان ثمنه تقريبا 33 جنيه حاجه زي كده. جبت كمان ده من اماندا. ده الروج المط. ده سعره برضو كان حاجة و30 جنيه تقريبا، نفس سعر اماندا التاني. ارخص واحد فيهم اللي هو بيبقى مايست، بس ده حلو قوي. ده بقى درجته يعني طبيعية شوية. ده رقم الدرجة بتاعته 28. وده السواتش بتاعه. هو لونه بني على موف كده. انا بحب قوي الدرجة دي، انا حباها قوي الصراحة، وانصحكم كلكم تجربوها. وحلوة لاستخدام الصبح، وحلوة بالليل، حلوة لكل الاوقات يعني. اخر بقى روج جبته هو ده من بريتي. تقريبا، لا بريلي، مش بريتي. بريلي من ماي واي او بيرلي، مش عارفه الصراحه بتتنطق ازاي. يا ريت اللي بيعرف يقراها يقول لي. تقريبا بيرلي، I'm not sure يعني. ده الدرجه بتاعته 8165، 8165. الدرجه بتاعته ما عجبتنيش الصراحه. بصوا هي الدرجه اللي فوق دي حاسه فيها لمعه كده ومش حلوه. ده شكله ما عجبتنيش. الروج اللي انا كنت جايبها لكم قبل كده، استنى اوريها لكم. ده الدرجه دي كانت تحفه، كانت 8168. احسن 1000 مره من اللي انا جبتها. انا دي جبتها بس عشان اجربها. بصوا ده السواتش بتاع الدرجه القديمه. ده الدرجه القديمه اللي هي دي. لا، حسيته احسن بكتير من الروج الجديد اللي انا جبته.
الروج ده الصراحه الدرجه بتاعته ما عجبتنيش خالص. جبت بقى كمان الاسيتون ده. الاسيتون ده الوايبس، وحشه جدا، تقريبا تمنها 3 جنيه ونص. انا كنت جايباها عشان مسافره وكده، فقلت هتبقى سهل ان انا اشيل بيها المانيكير بسرعه. لا ما عجبتنيش خالص، والشيل بيها وحش قوي، ما انصحش اي حد يجيبها، وحشه جدا. جبت كمان الاي شادو ده من ميبلين. الدرجات بتاعته حلوه قوي، وفيها مات وشمر وحلو جدا. استنى اعمل لكم ليه سواتش. ده سواتش الدرجات بتاعته. هي انا بحب الالوان اللي على بنيات اكتر، بس كنت عايزه اجدد واجيب حاجه جديده فجبت دي. الصراحه يعني حلوه، بس هي مش بيجمنتد قوي، بس حلوه بالنسبه لسعرها يعني. نيجي بقى لاخر حاجه، التو باليتس اللي انا جبتهم. واحده من سيتي كولر دي باليت كونتور، وواحده من لاجير دي اي شادو. هبدا معاكم بتاعت سيتي كولر الكونتور. بصوا الشكل بتاعها، فيها برونزر و لا فيها كونتور وبرونزر وهايلايت، وكمان هنا كاتبين لك بالتفاصيل ازاي تستخدمي كل الحاجات دي. انا الباليت دي لو قعدت اقول فيها من هنا لبكره قد ايه هي حلوه مش هوفيها حقها. الباليت دي تحفه يعني، اللي هيجيبها مش هيحتاج يشتري اي كونتور او برونزر تاني او هايلايتر، التلاتة كلهم حلوين قوي. استنى اوريك سواتش ليهم. ده السواتش بتاعهم تحفه طبعا. بصوا البرونزر لونه عامل ازاي، والكونتور عامل ازاي، الهايلايتر فظيع يعني، بيجمنت جدا وبيدي لمعه حلو قوي. انا طبعا مش موزعاه كويس، لو كنت وزعتهم كويس كنت هتشوفوا قد ايه بيبقوا حلوين على البشره، بس انا حبيت اوريكم الالوان نفسها بتبقى قد ايه بيجمنتد. تعالوا بقى اكلمكم على الباليت بتاعه الاي شادو. الباليت دي بقى انا جايباها برضو اونلاين. انا هقول لكم في اخر الفيديو اسعار كل حاجه والاماكن اللي انا شاريها منها بالتفصيل. الباليت دي فيها 15 لون اي شادو، تحفه يا جماعه، البيجمنتد جدا، وفيها الوان متنوعه تخليكي تعملي كذا لوك مع بعض، وسعرها رخيص قوي بالنسبه للجوده بتاعتها. استنى اوريكي شكلها من جوه عشان فيها مرايه. ده شكل الالوان من جوه، الالوان بيجمنتد جدا، وهنا في مرايه فعشان كده انا مش عارفه افتحها كويس. وبتيجي معاها فرشه، من هنا بتبقى شعر، ومن هنا بتبقى بتاعه العين دي السفنج، بحس اصلا ملهاش لازمه يعني، كده كده ما بستخدمش الفرش دي معاها. استنى اعمل لكم بقى سواتش لبعض الالوان، اكيد مش هعمل لكل دول، هعمل بعض الالوان واوريكم شكلها. الميزه برضو في الباليت دي ان هي فيها الوان مات وشمر، فهي حلوه قوي في الحته دي. ده سواتش لبعض الالوان فيها اللي انا بحبهم يعني، بيجمنت جدا زي ما قلت لكم، وهتنفعكم قوي. ولو انتوا كمان مبتدئين وعايزين تشتروا باليت اي شادو كويسه وتعمل كذا لوك وتبقى رخيصه، انصحكم بدي جدا. دلوقتي يلا بينا بقى نقول اسعار الاماكن الحاجات والاماكن بتاعتهم. اول حاجه هنتكلم على سعرها، هي المانيكير ده من فلورمور. ده سعره تقريبا 23 جنيه من اي محل تجميل، كنت شارياه هو والاسيتون ده مع بعض. اي محل هتلاقوا عنده نفس الحاجات دي دول مش نادرين يعني. الروج المات كنت شارياه من سان ستيفانو من الستاند بتاع اماندا. سعره كان 33 جنيه تقريبا. ده كنت شارياه من تري بتاع فتح الله. سعره برضو كان 33 جنيه. انا فاكره ان هو والمات كان نفس السعر، فمش عارفه. بتاع ماي واي ده بشتريه من الكوافيره اللي تحت البيت عندي، بتشتري حاجات من ماي واي وانا بطلبه منها. ده كان سعره حوالي 12 ل 15 جنيه، ما كانش غالي. الفاونديشن ده مش فاكره، كان من اونلاين هو والباليت بتاعت الاي شادو دول، بس انا مش فاكره سعرهم. بس دول ممكن تلاقيهم في المحلات يعني، مش حاجه في مثلا كارفور، في مزايا، في كذا محل هتلاقوهم يعني، فدول مش نادرين، ممكن تشتروهم بسهوله، بس مش فاكره السعر الصراحه. الباليت بتاعت الكونتور دي بتاعت سيتي كولر كان سعرها 140 جنيه من جروب اونلاين، هحط لكم اللينك بتاعه تحت. هي بنوته اسمها مي اللي بتبيع عسل قوي وعندها حاجات حلوه، ودايما بتشتري حاجات اونلاين، حاجات من بره يعني، وبتبيعها اونلاين، وهي من اسكندريه وتعتبر ساكنه جنب البيت عندي، فسهل جدا اشتري منها الحاجه. الباليت بتاعت الاي شادو دي برضو من عندها. دي كان سعرها حوالي 150 جنيه. حلوة جدا وانصحكم تجربوها. انا كده خلصت الفيديو. ما تنسوش لو عندكم اي اسئله عايزين نجاوب عليها تكتبوها تحت، عشان الفيديو ان شاء الله الجاي هيبقى اسئله واجوبه. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.